ايه استاذ كامل، وبعدين شو الحل؟ شوف يا عادل يا ابني، محمود هو شاهد الإثبات الوحيد، ومثل ما لاحظت كل الدلائل اللي أوردها بتعتمد على التخمين والافتراض، وما في شيء ثابت. بعدين المحقق لاحظ هالشيء وضيق على محمود بالأسئلة، وهذا كله ما بيفيدنا. بدنا دليل قاطع يأكد شخصية القاتل. طيب تعتقد في انسان بيرتكب جريمه قدام باب بيته؟ أنا متأكد إنه الولد بريء، بس شو بدنا نعمل؟ بدنا دليل، لأنه القانون قانون. إيه بس المتهم بريء حتى تثبت ادانته. صح، ونحن لازم نثبت براءته بإذن الله. انت شو واقفك هون؟ فوت اتحرك انت بغيرتك. شو قصتك؟ ليش اجيت لهون؟ لك شو جنيت؟ ما جنيت، نعقدت. فهمني شو بك؟ أنا ما عاد أقدر أتحمل تتحمل شو؟ كل شيء. ما بعرف كيف نفذت. انت اكيد جنيت. أنا جنيت. انت مجرم. كان لازم تكفر عن غلطتي من زمان. ما بعرف كيف تجاوزت. انت شو صار لك؟ انت كيف بتجي لعندي لهون؟ أنا صحيت يا محمود بيك. وهلا شو بدك؟ بدي تساعدني لأرجع صالح الشريف. ومين ماسكك؟ ارجع. والمجوهرات راح أجيب لك إياهم بكرة المساء. وانا شو دخلني بالمجوهرات؟
انت اللي قتلت وانت اللي سرقت، وانا كنت ساعدك لاني كنت اشفع عليك، لكن هلا انا ما عندي علاقه فيك. ويلا اطلع من بيتي ولا ترجيني وشك برا. أنا ماشي، بس بكرة المساء نتواجه. سكر الدرج. وإياك تلعب معي. انت خليتني اقتل واسرق وانهب، انت ضيعتني. بس اطمن، صالح رجع لعقله وما رح يضيع حاله اكثر من هيك. والمجوهرات بكره النسا بتوصلك. بس المجوهرات تعبك ومن نصيبك. لا لا يا محمود بيك، انا تعبي باخده بعرقي ومن دم الناس. لا لا يا محمود. موعدنا بكره المساء. أمي شوفي يا غدا. أمي اسمعي بإذنك. شو بدي أسمع؟ اسمعي مين اللي قتل الصايغ؟ كانوا صايغ يلي اتهموا أبو عادل بقتله. وينه؟ بالمكتب عند بابا. شو جاب القتل عند أبوكي؟ ما بعرف، هذا يمكن جاي يطلب مساعدته، بس أبي كتير خايف منه. وعك يا غدا، خليكي هون أمي، يمكن هذا إذا كان قاتل عن حق وحقيقي يمكن يقتلنا كلنا. وأنا خايفة عليكم كلكم أمي أنا خايفة على أبي. عاد نروق شوي. صلي على النبي. اللهم صل عليه. بسيطة روق. كل شيء بالصبر بيصير. شبك يا ابني شبك؟ ما بعرف شو اللي صار. رح طق. طول بالك. وين؟ ما بعرف عم جابر، ما بعرف، اتركني. طول بالك. عم جابر ارجوك اتركني لحالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو حازم، مين كان عندك اليوم؟ مو شغلك. طيب. وين رايحة؟
روحي اجيب كاسة مي. لا تأخري. حاضر. شو لسه ما نمتي؟ شلون بدك يعني نام بعد اللي شفته وسمعته؟ غادة، انت لا شفتي ولا سمعتي. ما بقدر يا ماما، ما بقدر. حرام. لك انا خايفة ابوك يتورط. لا، ابي ما دخله، هداك القاتل مو ابي. بعدين انا سمعت كل شيء. غادة، نسي كل شيء امي، نسي كل شيء. مستحيل يا ماما، مستحيل. هذا قتل مو لعبة، يعني ناس ممكن تنهدم. كيف بدك يعني انساه؟ لك امي انا خايفة على ابوكي. قلت لك ابي ما دخله. طيب شو جاب القاتل لعنده؟ ما بعرف امي، انا خايفة محتارة، ما بعرف. بعدين لو ما كان المتهم ابو العادل كنت بتساوي اللي عم بتساوي هلا. يا امي مو قصة ابو العادل، هاي جريمة، والسكوت عن الجريمة يعني المشاركة فيها. أنا خايفة. يا ملك قلبي بالمعروف، تعال 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 وشوف سيدي. يا ملك قلبي بالمعروف، تعال 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 وشوف سيدي. يا ملك. اهلين معلم. وين مشعل؟ لسه ما رجع. في شيء؟ صبار عيونك معلم. حقني نشوف. فهمت شو قلت لك؟ هاي دفعة، وبعد التنفيذ تاخذ الدفعة الثانية. بس يعني لا بس ولا يعني، في 1000 واحد غيرك بتمناه. ولا ما بدك تصير معلم؟ ماشي الحال. شو هاد اللي عم بيصير؟ معقولة يكون أبي له علاقة؟ لا 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 لا، بابا بريء. أنا متأكدة إنه بريء، أنا سمعت كل شيء. أنا مو لازم أسكت. إذا أنا كمان سكتت يمكن اتورط وورط أبي. أنا مو لازم أسكت.
ايوه هذا انت. انا اسف. عادل، اسمعني أرجوك، أنا لازم أشوفك اليوم ضروري. الأمر بيتعلق بأبوك. ماشي، بعد ساعة بنفس المكان. الله معك. شو بدك بالتليفون؟ ما بدي شيء، أنا بس مع مين كنت عم تحكي؟ لا مو مع حدا. أنا في بنت مرباية بتحكي بالسرة بالتليفون؟ جاوبيني، لك احكي! مع مين كنت عم تحكي؟ بابا صدقني مو مع حدا. شوفي اسألي بنتك المحترمة. شو ضربتها؟ وبدي اضربك كمان وكمان اذا بتوطي راسي بين الناس. ليش راجع بكير؟ مو شغلك. وين سمار؟ بالمدرسة. صباح الخير. صباح النور. قوم لك تنبل، قوم. ولا حركة، أي حركة عليه في رقبتك طارت. شو هاد؟ تمن راسك. من مين؟ محمود. هيك كان، بس ولا يهمك، وراك رجال. طالما هيك ليش اخذتهم منه؟ رزق الهبل على المجانين. بسيطة، زبطونا رفتون، زبطوه. تكرم يا احلى مشعل. حكي منها جوعان، جوعان كتير كتير. على راسي، وانت احلى مشعل. خير لك صبار، على علمي انك لك حسون، اللي بتعرفه احسن من اللي بتتعرف عليه. اليوم بدي ياني يطير راس مشعل، بكره بيبعت مين بيطير لي راسي.
خير مشعل؟ منين الخير لك حسون؟ منين؟ معلم بتحب جيب لك خبره؟ لا يا صبار، مو هذا الحل. لك انت بس اشير، علي الحلال الروح لك. اسلم روحك يا صبار. يا أمي احكي. طيب قولي لي شو بدي أساوي؟ ما بعرف. يا أمي هي فرصتنا لننقذ إنسان بريء. انت حر، ساوي اللي بدك اياه. اليوم القاتل بده يجي لعنا والمجوهرات معه، وهي الفرصة الأخيرة للقبض عليه. وابوكي شو رح يصير فيه؟ قلت لك إنه أبي ما دخله بالقتل. بلكي اتهموا ابوكي معه. حتى لو اتهموه ما في شي ضده. بعدين أنا بشهد باللي سمعته. يعني ما رح ينحبس وما رح تتشوه سمعته؟ ماما لا تخافي، سمعت بابا هي سمعتنا، معقول يعني؟ المهم هلأ أنا ننقذ إنسان بريء. طيب ليش ما بيخبر عنه ابوكي؟ أنا واثقة إنه القاتل عم بيهدد بابا. إيه، أبي صحيح عصبي بس بيخاف، وخصوصي من هيك مجرم. أنا آسفة على التأخير. بسيطة، بس أرجو إنك تحكي بسرعة لأنه ما عندي وقت. حاضر. عم اسمع. عادل أبوك بريء. بعرف، بس أنت شو عرفك؟ بالصدفة. الصدفة؟ امبارح اجى لعنا واحد شكله مريب كتير. دخل هو بابا على غرفة المكتب وصار يحاكيه بلهجة عجيبة كأنه مو هامه حدا. ايوه، وبعدين؟ طلع هذا الشخص هو القاتل. كيف عرفتي؟ حكى عن الصاير وعن المجوهرات المسروقة وطلب من بابا انه يساعده، بس بابا رفض وطرده من البيت. غدا أنا بعرف ممكن تكوني خايفة على أبوكي، بس أنا بوعدك ما يصير عليه شيء إذا كان بريء. بابا بريء، أنا متأكدة من هالشي. طيب غدا ليش ما عم تحكي كل شيء وبالتفصيل؟ اليوم بالليل بده يجي لعنا ومعه المجوهرات يلي كانوا مع الصايغ. طب ليش لا تجيب المجوهرات لعندكم؟ ما قلت لك هدد بابا وطلب مساعدته؟ وبعدين؟ إذا كمشوه الشرطة والمجوهرات معه فهدد دليل قاطع على إنه هو القاتل. طب إذا اعترف إنه أبوكي له علاقة بالجريمة؟ عادل قلت لك بابا ما له علاقة، بعدين أنا سمعت كل شيء. طيب بتعرفي أي ساعة رح يجي؟ لا ما بعرف، يعني بده يكون أكيد بعد الساعة 9. غادة اسمعيني منيح. أنا آسف على كل شيء ممكن يصير. غادة هذا معروف، أنا ما رح أنسالك إياه كل عمري. غادة نحن لبعض مهما صار. عن إذنك. السلامة.
الله معك. المهم انا اليوم المساء راح اعطيه المجوهرات واخلص منه. طيب ليش لا تعطيها هون؟ ما بعرف يا صبار، ما بعرف شو صار لي. المهم محمود الغدر بدمه، انا حاسب حسابه، بس اذا صار لي شيء بيكون برقبتكم. ها لا سمح الله، صدقني بحرق الاخضر واليابس. وانت حسون؟ بعد عمر طويل، وإذا بدك الضوء ما بيطلع عليه وأنا جاهز. انتوا رجالي واخواتي، ومحمود انا بعرف كيف صفي حسابي معه. شو استاذ؟ ما قلت لي شو رايك؟ ما في داعي للقلق ابدا يا استاذ عادل. قانونيا الافضل انه يكونوا معك رجال الامن لانه هي مهمتهم. بس انا خايف انه يكون كلام غدا مو صحيح. تسمح لي اسالك سؤال؟ تفضل. انت متاكد انه الانسه غاده بتحبك؟ طبعا متاكد، ولا يمكن شك بهالشيء ولو لحظه. معناتها كلامها مزبوط ولازم تثق فيها، ولازم يكونوا معك رجال الامن. معناها لازم نخبر النائب العام. مو لازم نخبره بس، لازم نروح نشوفه ونتفق معه على خطه. شارك معي. تفضل. اسمعي، اليوم تاخدي الاولاد وبتروحي تسهري عند اختك. اوف، ليش بقى؟ مو شغلك، وانا باخر السهره بمر بجيبكم. بس غادة عندها فحص ولازم تدرس. هلا بلا دراسه بلا بطيخ، وبعدين هالكم ساعه ما راح يعجبوا الشغل. فينك تفهمني ليش اروحها؟ وبعدين 100 مره قلت لك مو شغلك. الله اكبر. حاضر، رح روح، لك رح روح من هلا كمان. يا سمر، سمر. نعم ماما. روحي جهزي حالك والبسي، بدنا نروح لعند خالتك بين ما تجي اختك. يلا قومي البسي امي، قوم. حاضر، بس شو المناسبة؟ كمان انت مو شغلك. اف. أنا خايف عليك. ما بعرف، حاسس بقصه. ايه قوم قوم اشرب شويه مي، قوم. صدقني يا مشعل، صدقني ما عم امزح. كلها ساعة زمان وبرجع. رح نغير حياتنا كلها، رح نطلع من ظلام للنور، رح يرجع صالح.
حتى تأكدت إنه الطريق أمان. جبت المجوهرات؟ أنا ما كنت حابب أخسرك يا صالح. لأني صالح. فعلا فعلا أنت صالح، موسم مشعل ما بالبالك بنوب، وأنا كنت حابب رجعك لحياتك الطبيعية لأنك بريء وأنا المسؤول عن كل شيء. بس شو بدي أعمل لضميرك يلي الصحيح بالأوان؟ بس مثل ما بتعرف يا مشعل، أنا لحمي مر وما بيتاكل. أنا لحمي مر يا صالح. قصدك صالح؟ يا سيدي صالح، بس بتعرف اعتراف وجه بالوقت المناسب. هم دليل، خلينا نتهدى شوي. ما بعرف، أنا قلبي مو مطمن. ترى ينتظر الإشارة حتى أمسك محمود بالجرم المشهود. يا سيدي الوقت تأخر والإشارة ما إجت، محمود مو غبي. أنا مضطر إني أقتحم البيت وأمر إني أروح. أنا صاحبة البيت.